صوت سكان إحدى القرى في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية لصالح اقتراح تقدم به المجلس البلدي يسمح بزراعة نبتة الماريخوانا التي تعتبر مادة مخدرة. ويقول القائمون على الخطة أن الماريخوانا ستكون علاجا لأزمة الديون التي تعاني منها القرية، كما أنها ستستخدم في العلاجات الطبية، وذلك رغم المخاطر الاجتماعية والأخلاقية التي قد تنتج عن ذلك. في هذه القرية الهادئة التي تسمى راسكيرا في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية، صوت سكانها في استفتاء لصالح خطة مثيرة للجدل تقدم بها المجلس القروي للخروج من أزمة ديون القرية التي تجاوزت 1,300,000 يورو. الخطة هذه تتمثل في تأجير أرض لمجموعة مستثمرين ستزرعها بنبتة الماريخوانا التي تعتبر مادة مخدرة. ما الذي سيتغير؟ لقد قلت في الصباح أن البلدة سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار بشأن مستقبلها، ونظرا لارتفاع مستوى المشاركة فإن ذلك سيكون لصالح الاقتراح. القائمون على الخطة يقولون إن الماريخوانا ستستخدم في العلاجات الطبية، كما أنها ستكون علاجا لأزمة الديون التي تعاني منها القرية. المصوتون في هذا الاستفتاء تجاوز عددهم 800 بقليل، 53% منهم صوتوا لصالح الاستفتاء. أعتقد أنها فكرة عظيمة وآمل أن تنجح، وأظن أن نسبة الحد الأدنى من الأصوات الإيجابية عالية جدا. هذه هي فكرتي. أنا لست من هنا، أنا كولومبية من بلد يمكنك العثور فيه على المخدرات ببساطة. أعتقد أن هذا مثال سيء لأطفالنا. في هذه المدينة توجد فضائل أخرى يمكن إظهارها، وليس هذا وحده. وبالنسبة للمدخنين والمدمنين فإن هذا الأمر في نظرهم جيد وسيسهل عليهم الحصول على ما يحتاجون إليه. أعتقد أنه أمر جيد، لأن مدخني القنب وهم حوالي 5,000 في برشلونة سوف يكونون قادرين على شرائها من الناحية القانونية من دون تشجيع تهريب المخدرات. وبعد هذا الاستفتاء فإن الأرض ستؤجر لجمعية من هواة الماريخوانا من برشلونة التي ستقوم بدفع 1,300,000 يورو على مدار عامين، كما سيتم توفير حوالي 40 وظيفة في مجالات الزراعة والحصاد والتعبئة والتغليف. راسكيرا وإن وجدت حلا لأزمة ديونها، حتى وإن كان حلا محفوفا بالكثير من المخاطر الاجتماعية والأخلاقية، فهي ليست الوحيدة في إسبانيا التي تعاني من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. فهناك العديد من المدن والبلدات تحاول إيجاد حلول لمواجهة خفض الإنفاق، حتى وإن كانت على حساب الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل. إبراهيم حسناوي، روسيا اليوم.